اجتماعية. ولقد شهدت وحدة الأسرة في العالم تحولات كبيرة من جانب علاقة أفرادها مع بعضهم البعض في أزمة الجيل العالم المعاصر، وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية التي تحملها وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولقد أخرج أبو داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أني باحثة في التاريخ الإسلامي وبالأخص في السيرة النبوية، كنا نشتاق إلى هذه الأجيال التي تفتي في سبيل الله كل ما. بداية نقول لأهل فلسطين: السلام عليكم، من بداية فلسطين ومن خارج فلسطين، ونحن كلنا أهل فلسطين. وهي مما أكدت عليه تعاليم الإسلام وما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن آيات الله سبحانه